جاي من الكويت كده كده ارجع تاني عادي، مش محتاج المرتب، مش باخده، مش بصرف بيه. جاي من الكويت ليه؟ المرتب على الحرس والبوفيه بس. وازاي جاي من الكويت انت؟ ايوه انا كنت في الكويت لما دخلت نيابه، كنت في الكويت، نزل اسمي وانا في الكويت. مستحيل تحصل دي يا عم محمد ابدا. لازم اقابل رئيس المباحث ورئيس الامن القومي والامن الوطني. انا قدمت ورحت ماشي رايح الكويت. شهرين جت لي، رحت نزلت في 2014. انت يا 2014 ابني لهدف معين. ليه انت النيابه كنت في سنه كام هنا؟ انا كنت 15 14 اخر 14 و15 و16 و17 و18. بعدين ادوني قسم اول عشان الجثث، بحقق جثث القتل. نزلت في قسم اول، بقيت انزل مكان الجثث برضه. بعدين ادوني تاني، بعدين ابنوب الفتحه ديوم الدنيا. حاليا دمنهور. طب الاخ قول لي طيب، القضايا دي اللي هي علي انا وكريم ايه حلها طيب؟ مفيهاش حل؟ هلا ان احنا نشوف حد يطلعها في التكنولوجيا المعلومات في مصر. تمام. يخفف منها، يشيل واحده مثلا اثنين، فاهمني؟ تمام. بس عايز الاستاذ محي يشد حيله ويروح معه ويشوف لك محامي في القاهره بقى تقيل طبعا. طب دي على الله ثم عليك. يعني انت يعني تقول له روح لفلان. في عيل ممكن يطلع لك بطاقه ان انت فاهم سليمه ورقيا. تمام. سليمه ورقيا. تمام. ان انت يعني انا بقول له عايز اطلع بطاقه ومكسر، قال لي خلاص ابعتهم لي اللي عايز رئيس محكمه دمنهور. قلت له يطلعها لي ابن المكناكي. قلت له طب كيف ده؟ كيف انا ما اديتلكش ورق؟ بعتهم لك بس على الواتس، كيف يعني؟ وازاي رئيس محكمه دمنهور من غير ما اجيب لك ان انا في دمنهور دلوقتي؟ تمام. سالت حد راجع الورق لقي صحته. ما ايوه، ما انا والله هو في الاستقلال المدني. صلى على النبي. يعني الاوراق سليمه 100%. ما ايوه يعملها صح الاوراق، بس انا عم بيها. اسمع، ده شباب بقول لك، وعارف علاقات كثيره من بيت الشريف اللي هم واخدين نص البلد دول. بيت الشريف دول اي حاجه تطلع اثار في مصر لازم تبقى تبعهم، بتوع سوهاج اخميم. تمام. فاهمني؟ الله اكبر، يعني حاجات غريبه رتب. فهو منهم محامي فيعرف يسلك. هو عايزين حل زي ده يتعامل ان يشيل. محامي مش عارف اكيد برضه. اصل دي لازم تتشال من الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه. سامعني يا باشا؟ سامعك ايوه معاك. الدكتور الرئيسي يروح عامل ايه؟ شاطب واحده اثنين، لكن هيشبه كله مستحيل. مستحيل. طيب ماشي دلوقتي. طيب يعني القضيه دي خدت حكم نهائي؟ اكيد طبعا. طب وازاي تاخد حكم نهائي وانا حتى ما فيش واحده حضرتها؟ غيابي، هي غيابي. هل المحامين بتوعك في اسيوط عارفين ايه؟ او محيي؟ لا، محيي بيقول لي 7. حصل ايه؟ طب ايه رايك انا اكلم ضابط دلوقتي طالما حصل على الكمين، اشوف انا هي. وريني يا باشا اسمك كده والرقم بتاعتك تبعتهم لي رسمي ضروري. يا ريت الوقت ابعتهم لك. اصل نشوفوا هي 14 ولا 7. طب ما انت هتقول انا واحد يعمل لك 7؟ لا، انا عامل 7 بس حافظ كتير منهم. يعني مطلعها بمذكره عدم كفايه الادله، فدي بتقعد 3 شهور وتتشال. اللي هو ايه؟ ان الدليل مش كافي ان هو يعمل ايه؟ ان انا احيله. طب وساعتها ساعتها حتى انت يعني ما عملتش تحريات ان انا في البلد ولا لا؟ بس انت بس ولا في البلد ولا لا؟ انا جايني محضر تحديات اذن نيابه. فاهمني؟ تحديات ان انت مجرم دولي وعليك احكام ونفاذا للاحكام. هو مختار حاجه صح. انت عارف لو مثلا لو لا قدر الله يقول لك ايه الحاجه الوحيده اللي هي صح من غير اذن النيابه؟ اللي هو ايه؟ ان انت تكون عليك حكم وانت عليك، فنفاذا للحكم والقضاء اذا نفذت بيتجيب لك احكام. وكان نفسي الظباط دايما بتكتب رقم غلط في القضايا، رقم قضيه كذا وعليه حكم ونزلت له كلهم طلعوا كان في 3 4 عليك فعلا. طلبت صاحب الصواب ده انا وما سكتش. والله ما كان لحد 2011 ما كانش عليها غير قضيه وطلعت براءه. لما جابوا السوابق استعلمت عليها من دفاتر النيابه. حتى احمد بيه قال لي ازاي بتستعلم يا باشا؟ قلت له لا، ما انت اللي كاتبه ده نص غلط. لقيت محاضر مباني باسم ناس تاني ولقيت 3 احكام صح. فهو معاه حاجه تخليه يفتشك. نفاذا للاذن، نفاذا للاحكام دي، نزلت اجيب المطلوب فلاني الفلاني، فتعامل علينا بقوه. فاهمني؟ وضرب نار وادي ايه اظرف وادي مش عارف بلجات. المهم يا عم ماشي، بس انت راجل كراجل رئيس. دخلت انت دخل البيت وراك لقي الحاجه جابها وياها. هل اسالك سؤال انا بقى؟ اتفضل. انا انت متهم عادي اقدر انزل العفاتره وانا بساله في التحقيق هل يمكننا اجراء معينه؟ اول اجابه بيقول ايه؟ لا طبعا، لان المتهم معروف شديد الخطوره وبيتعامل معانا ايه؟ بالسلاح، فمش هتنفع تنزل. تمام كده؟ غير ان العفاتره ايه؟ هو قاعد في مكان نائي بيقول كده. تمام كده؟ تمام. لكن حاجه بنزل. طب يا ريس ما فيش يمين حلفت عليه؟
انا عندي مضبوطات كده يا ريس يا ريس خلينا نتكلموا بما يرضي الله. انا عندي 3 بنادق وعندي اسمعني بس 5000 طلقه. هل انا شفتكم؟ ما انت ما شفتهاش بس مش تتاكد. واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. اسمعني بس، انا بحلف اليمين بتاكد ازاي؟ ما هي الاجراءات القانونيه كده، اتاكد منين؟ لكن عارف لو انا شاكك في حاجه وانت متهم علي تحجز على اتحادات فرع البحث الجنائي. وعايز اقول لك على حاجه، وبرضه شكيت الواد لابوه هني اياها مش هيعمل كده. ازاي؟ كان اقتراح ان يخلوا وكيل نيابه في كل مركز شرطه، ما رضوش هم، ما حدش رضي بالموضوع ده. يعني مكتب وكيل النيابه يبقى تحت، فاهمني؟ تحت اداره الدوله يا راجل، تحت اداره النائب العام. حتى انت شايف اللايف الحكايه، ما رضوش هم، قالوا لا ما ينفعش. يعني انت ليك هدي اقول لك اهو محبه مني ليك او منك علي. هتقول لي انا ما اعرفكش وعملت لك 7. ايه يا عم؟ أيوة. بس انا بقول لك اهو في حاجات انا حفظتها، لكن اغلب الوقت انت هتتحايل طبعا. وده انا بس ده شوف كم واحد وكيل نيابه عندي، وكل كان يجي له برضه انت في 18 بس ثاني بس. انا حفظت اغلبهم، اللي هو ايه؟ عدم كفايه الدليل. ايه عدم كفايه الدليل؟ طب يا ريس ما فيش يعني ما فيش دين ابدا ولا ضمير. انا حفظت مثلا منهم 4، يعني اللي اتحلوا 3 والقاضي ممكن يكون برأت فيهم، تمام كده؟ تمام. لكن في ناس تاني طبعا كانت شغاله على طول تجي لها انت تشيل برضه، لكن انا كنت رخم. اللي علمني رخم. لا هتقول ايه؟ لا هتقول ايه؟ كان ناس ثانيه تعملها تشيل؟ ايه؟ اللي قلتهم الاخر دول ايه؟ ما انا كنت بحفظها عدم كفايه دليل، لكن في بهوات تاني بيجي لها المحاضره تحيلك على طول. يعني انت اتحالت بتاع 500 مره تلاقيك من الساحل. يا ساتر يا رب. اقسم بالله بجد مش بعرف، وحياه بنت تاني وستر. ومش 100 قضيه؟ مثلا اللي اتعمل منهم 17 زنين عليك انت اكيد. لكن لله كده. صلى على النبي عليه السلام. معانا واحد صاحبي هنا راح الجيش وفتح مطعم، ركز كده في دي. تمام. فتح مطعم فول وطعميه. خدوا بطاقته وعملوا له محضر شهاده صحيه ب 50 جنيه، تمام كده؟ تمام. عدم شهاده صحيه. حلو كده ولا لا؟ حلو. بعد 2 بعد كام؟ 2 الواد دخل الجيش، تمام؟ دخل الجيش في 2018، تمام؟ ل 2020 قعد 2 في الجيش هو كده، تمام؟ ساب المطعم مش كده؟ فوق ال 31 محضر اشغال طريق وتموين ومرافق لقيناه. كيف يا ابو الكلام دي؟ فين بقى في خلال 2018 و2020؟ اتاري ولاد المتناكه لما جبنا دفاتر الجيش ما قاعد جوه الواد. طب كيف كان عمل؟ فاهم؟ يعني الايام كلها الواد كان في الجيش. الضابط بيعمل ايه؟ تاريخ المرافق. بيجي مثلا ضابط تمام كده عايز يشتغل شغل كتير، يروح ماسك صوره البطاقه قمنا باشغال طريق كذا كذا كذا، يعمل محاضر مع نفسه تاريخهم. فاهم انت يا باشا؟ انا سامعك ايوه بس اسمع لي، يعني انا مستغرب يا ريس. قلت له علي عشان هحبسك دلوقتي. قلت له ضابط بتاع المرافق هحبسك. يعني دلوقتي كل اللي معاه قضيه ملهاش صاحب يحطه في محمد محسوب. قال ما هو قال بقول لك اذا كان ده بص دي ده هنا مرافق. قال لي يا باشا انا طالما الاقي صور بطايق قدامي بعمل بيها محاضره عشان اسد بيها النسبه، واخد بالك انت؟ ابو النسبه. طب والراجل اللي معاه عيال مثلا ولا معاه بيت؟ يا عم ده شاب ضيع مستقبل وكان في الجيش. 14 30 حكم ولا 31 حكم. بقول لك ما حكم شهاده التموين خلي بالك زي حكم السلاح، كله حكم تبديد ده برضه حكم، فاهمني؟ تمام. يعني شكل الحمل الشهاده صحيحه. طب يا ريس طب هتروحوا فين من ربنا؟ يخرب بيت دوركم. كلنا هنروح فين؟ كلكم انتوا كل النيابه دي والمركز يروح فين؟ وانا لو في ناس بتعمل زي سال محي اقول للمتهم بعد ما اعترفش يطلع يا وعزت واسماعيل دول اسال مرات عزت قول لها وكيل النيابه قاعد تدعي لي جوه قالت لي انت كان بيشكر فيك انا وبعين والسلاح ما رضيتش اخده من ورا النيش عندها. انا لو وحش كنت خدت السلاح وعملت لها محضر قلت له ضيعتوا الاثنين رجاله فضل المراه. لا يا احمد لك اعمل نفسك يا كريم بيه ما شفتهاش، بس كان واد ناس هو بصراحه كريم بيه. احمد عبد الملك. كريم يا ابو بقى. لا كان ساعتها احمد عبد الملك. ايوه احمد عبد الملك كان رئيس، لكن لا كان كريم معايا في المعاينه مش احمد عبد الملك. 4 ضباطهم عبد الحفيظ وعبد الملك وكريم و احمد عبد الملك عمل لي كم قضيه احمد عبد الملك؟ والله ما عارف ده كتير. واحمد النجار. لا ما انا اقعد اعد انا على ما تفتكر انت مشهور انت ومشهور في واحد مشهور. ايوه مشهور ايه. وبيت عدل والشعينه. ايوه خلي بالك يا عم مصدق ده كان عليه اعدام دخلته الياباني خلي بالك يعني. تمام. مشهور عمل له كم قضيه ظلم. والله انت كتير كتير قوي. طب يا ريس طب اقول لك على حاجه صلي على النبي.
طب يعني ما بيناموش في الليل مثلا؟ ما بيناموش في الليل؟ انا بقول لك يا عم ضباط، انا مش بعمل لهم. طب يعني انا عايز افهم حاجه، ما بتناموش في الليل؟ ما عايش ذكرك انت يعني. منك عادي. لا لا، انا عليهم هم يعني. ما بيناموش في الليل مثلا وتجيهم كوابيس ولا حاجه؟ النيابه ما بيظلم، لكن هو الضابط لو عمل ايش بص على النبي، القانون بيقول ما بترجعوش ليه يا ريس؟ طيب افهمني بس، القانون غلط. يعني هو دايما يقول ايه، وشاهدت المتهم ممسكا سلاح ناري، اقول له يا راجل يعني هو اول ما شافك راح شاور لك بسلاح؟ احا ده فيلم عربي ده. لكن هو كده، عارف ليه؟ لان القانون بيقول لك يا اما تلبس، يا اما تشوف الحاجه، يا اما اذن نيابه. قلت له يعني انتوا ما بتعملوش اذنات نيابه مثلا لناس سابقه؟ يعني اخده. طب انت عارف كريم اخويا عنده كام سنه يا ريس؟ ويعمل له اذن، ويعمل لي محضر تحريات، اديله الاذن وبعدين ايه يروح طالع بيه. لكن هو انت عارف كريم اخويا عنده كام سنه؟ كام؟ عنده 22 سنه، ومعمول له جواب تصفيه من 2014. طب ايه رايك صلى على النبي؟ احنا اول حاجه لازم نشوف حل نصفه، نشيله جواب التصفيه ده من الامن العام، لازم ده. طب يعني كريم انت تقول عملت له 3 ولا 4، اديك اسم حتى اسما ما تعرفه. حد يشيله ده انت؟ ايه يعني كلمت حد يشيله قبل كده ده؟ شوف اي رتبه تبعك تشيله. معيش رتب وربنا بس الحمد لله. فوق الكل يا عم، ده ربنا. ولا نعرفش حد ولا نحبش نتعامل مع الحكومه خالص. طب نشوفوا حل دي، احنا دي جواب التصفيه ده لازم نشيلوه. هتشيله ازاي؟ دي بقى لان اي حد في الامن العام اكيد ده، لان اي حد هيجي، اي رئيس مباحث، اي مدير امن ابن مكناك هيقول هاتوا لي ده زي غلبان ممكن. لكن عصام غانم قريبنا احنا، ده مش بني ادم بقى. عارف عصام غانم؟ تسمع عنه؟ مين؟ عصام بيه غانم. ايه؟ عصام بيه غانم ماله؟ ده يا باشا امبراطور الاثار في الامن العام. ده كان يدخل الناس هنا، بقول لك هاخدك انت بس، ولا انت والحته، ولا الحته بس. ياخد الحته ويمشي. طب هتقول لي غير كده؟ كان يدخل على الناس عافيه. ما كنت عمك انت كنت مبارك له بجلوه. لا انا عمي اللي هو محمود اسماعيل ده مدير امن الوطني، مدير امن الدوله 30 سنه، ومساعد وزير الداخليه. دخلت على الصفحه شويه لقيتك مبارك الواحد السنه دي رئيس او نائب رئيس الوزراء باين، ما عارف ايه، ما عارف ليه هو مش عارف ايه. في حرس الجمهوري برضه تاني. تمام الحمد لله، بس برضه ما عملش الضباط انا. تمام. طيب دلوقتي عشان العيش والملح وعملت لي 7 قضايا وورطني، يبقى لازم تسمع لي حل ليهم. طب يبقى صفينا انا. ايه؟ يبقى صفينا انا يا ابو انا واثق. اصفيك ليه؟ وليه؟ احنا نقول حبايب ونقول صفينا. لك ايه؟ القضايا اللي ايامنا. لا بس صلي على النبي. طيب انت بس القضايا اللي ايامنا احنا كل ايه؟ ها؟ اللي اتحلت لك قول بتاع ال 500 دول، ما فيش 5 في المحكمه توافق عليهم. لا ده القضايا اللي حكمت دي قضايا جديده وشكلها حكاوي تقيله جوه. يعني غير ايامنا احنا كانت بتيجي بطلقات وبندقيه بايظه. لا ده دول اكيد احكام تقيله، فاهمني؟ عملوا كم قضيه اليومين دول؟ ما انا ما اعرفش، لكن احنا ايامنا احنا اكيد هتلاقي كلهم اتحفظوا، ما نزلوش على الكمبيوتر حتى تلاقيهم. ليه؟ القاضي مش هيحكم فيها. انت هتقول بعت لي، تقول احمد ابو حفيظ بعت لك 14 قضيه. احمد قال لي 14 حكم مؤبد. ممكن يكون هو مش عارف ان انا هعرف اجيب بالظبط. يخرب بيت ابوه.